خاف الحروق من اللي انت مش شايفه، مش اللي انت شايفه. اللي انت شايفه هنقيم المساحه ونقيم العمق ونقول لك يتحجز ولا ما يتحجزش، ولكن الشخص اللي كان في اوضه وحصل حريق وربنا انقذه مفيش حاجه لمسته، ممكن تلاقيه طب منك ساكت بعد يوم. ليه؟ لان هو مات مخنوق. مات مخنوق من ايه؟ يعني هو ماتش من حريق يقوم يموت في بيتهم تاني يوم؟ ونعم بالله، دي اقدار، ولكن نعمل بالاسباب. هل هو مات عشان قدره، ولا مات عشان خاطر سعادتك ما خدتوش لاقرب مستشفى حروق وما عرفتوش ان في حاجه اسمها حرق استنشائي، ان هو ممكن يكون الكربون مونوكسيد او السيانايد اللي طالع من الانبعاثات بتاعه الكربون اللي موجوده عملت اختناق في القصبه الهوائيه او في الجهاز التنفسي وخلته يموت. هو طبعا مش هيموت بالسرعه دي، بس ممكن يعني ليه طيب؟ ساعتها ممكن اساسا يركبوا له انبوبه حنجريه ويتحجز في المستشفى عشان بس الحرق الاستنشاقي. هو ما فيهوش اي حرق ظاهر، مجرد هبو كده اسود على وشه. ده يخلينا نحب نستبعد حرق استنشاقي.